السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده فيديو جديد وفكرة جديدة. هنعمل شوز او شوز اطفالي لمقاس البيبيهات. فكرته جميلة قوي وسهلة، وان شاء الله تعملي بكل سهولة معايا. انا استخدمت فيه خيط اليس ديفا. ممكن تشتغليه بأي خيط، يعني هيمالايا، بيبي بيست، او الديفا. بس نصيحة، ان دي كانت اول تجربة ليا، ممكن تشتغليه على فتلتين هيبقى احسن، احلى بكتير. انا هنا مدعمة القاعدة ببوري، بتشتريه بالمتر. ده بيخلي هنا القاعدة ناشفة معاكي، وممكن برضو تبطنيه من بره من الخارج عشان لو هيدوس بيه. تمام، يلا بينا نقول بسم الله ونبدأ بالقاعدة. انا كنت شرحت القاعدة قبل كده في فيديو شراب حريمي. هسيب لكم اللينك ان شاء الله. هقول لكم بس كده حاجة بسيطة. انتي عايزة تاخدي مقاس القاعدة، البيبي لو قدامك معاكي، يعني نتخيل ان دي رجله، هنيجي بالمزورة وهنقيس الطول من رجله، من الصبع الكبير لحد الاخر، ومن عند صوابعه كده نقيس العرض، ونروحوا طرحين الطول من العرض. يعني انا الطول عندي طلع 11 سنتي والعرض 5، طرحتهم طلعوا لي 6. عملت سلاسل، لا وقستها بالمزورة لقيتها 6 سنتي، وقفت. طب السلاسل مثلا طلعت معايا 19 سلسلة. طب انا عايزة رقم زوجي، مش مهم، هزود غرزة. طلع معايا رقم مظبوط زوجي، يبقى تمام. خلاص، هسيب لكم اللينك بتاع القاعدة، الطريقة ازاي تتزايدي فيها ان شاء الله في الديسكريبشن بوكس. طيب يلا نقول بسم الله ونبدأ. اول حاجة انا عايزة ابدأ في المنتصف بالظبط، فهمشي كده بالإبرة عشان يعني هنا اهو. اتأكد. هنا. طيب اول سطر معانا هنشتغل فين؟ في الحلقة الخلفية عندي الأمامية، لا أنا هشتغل في اللي جوه دي. ماشي، وده وش القاعدة بتاعتي. الخيط معايا، أسحب وأعمل سلسلة، وفي نفس مكان السلسلة هعمل حشو، وامشي كده كل حلقة خلفية هدخل واعمل حشو. احاول اخد طرف الخيط معايا اشتغل عليه بالمرة، انضفه اهو. انا بس مش عايزة اعيد طريقة القاعدة عشان ما اطولش عليكم الفيديو. يبقى انا همشي كده حلقة ايه في الحلقة الخلفية بغرزة حشو. تمام، بالشكل ده همشي السطر كله كده في الحلقة الخلفية بغرزة الحشو. خلص وارجع لكم. انا خلصت السطر الاول، شايفين معانا؟ بصوا بدأ يدينا الخط اللي احنا كنا بنسيبه اللي هو الامامي، بدأ ايه يظهر معانا في الشغل. انا قفلت في اول غرزة حشو منزلقة، هرتفع سلسلة، وفي نفس المكان اللي انا ارتفعت منه هعمل حشو. تمام، دي اول غرزة. المبتدئين ممكن يعلموها عشان ما يتلخبطوش. هنزل تحت حرف الفي كله، يعني بصوا هنزل تحت الحلقتين كلهم، مش بقى الحلقة الخلفية، لا الحلقتين، واعمل حشو في كل الغرز اهو بالشكل ده كده اهو. تمام، يبقى السطر التاني هشتغل ايه؟ حشو عادي تحت حرف الفي كله. تمام. طيب انا هخلص السطر ده كله واقفل بمنزلقة في اول غرزة معانا، واروح الزق البوري باي مادة لاصقة. انا جربت الشمع لقيته بيمسك فيه كويس، فانا هلزقه بالشمع. يبقى انا هخلص السطر ده وهحط انا حبايبي لزقت البوري بكل سهولة اهوت بالشمع.
طبعا انتي تلزقيه بأي مادة لاصقة عندك. يبقى احنا عملنا أول سطر في الغرزة الخلفية اللي عطتنا الخط ده، تمام اهو، اللي هو الخط ده. بعد كده عملنا سطر حشو عادي. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ انا هشتغل 4 سطور تاني حشو تحت حرف الفي كامل، يعني تحت الحلقتين هشتغل 4 سطور. بعد كده هغير الخيط، هغير اللون واشتغل بالبين كده. اما اجي عنده ان شاء الله هاجي اقول لكم ازاي ندخل اللون الجديد. هشتغل بالبينك سطرين كمان. خلاص، يبقى انا اشتغلت سطر بعد الحرف اللي هو الحلقة الخلفية، اشتغلت سطر، وبعدين هشتغل 1 2 3 4 4 سطور. يبقى الاجمالي عندي كام؟ اشتغلت 5. خلاص، هشتغل 4 كمان باللون الرصاصي، ولما اجي اغير اللون هرجع لكم ان شاء الله. معلش حبايبي، انا اتلهيت وانا شغاله فشبكت الخيط اللون التاني من غير ما ارجع لكم. بس هوريكم دلوقتي ازاي اغير اللون. طب الاول اقول لكم انا عملت ايه. عملنا اول سطر في الغرزه الخلفيه، عملت 5 سطور بالرصاصي، عملت سطرين بالبنك، ودلوقتي هرجع اعمل ايه، هشتغل بقى بقيه الكلوك او الشوز بالرصاصي. فباجي على اول غرزة وانزل تحتها عشان اقفل بمنزلقة. ثواني اهو، المفروض انا داخلة هسحب الخيط، لا هجيب الخيط التاني اللون التاني واسحبه من الغرزة اللي في الشوز والغرزة والسلسلة اللي على الابرة، وارتفع بسرعة سلسلة واروح رابطة الاتنين من جوه عشان يثبتوا كويس اهو. اهو عقدة كده بس كده. طبعا همسك الطرفين معايا اشتغل عليهم يتنضفوا بالمرة. طب مكان ما انا ارتفعت بالرصاصي ادخل تاني واعمل حشو، ماشي. المكان اللي انا ارتفعت منه هعمل منه ايه، حشو. وهرجع اعمل على كل غرزة غرزة حشو عادية تحت حرف الفي اهو بالشكل ده، تمام، مفيهاش اي حاجة اهو، ماشي. طيب انا هعمل السطر ده وارجع لكم عشان هنبدأ نعمل التناقص من السطر الجاي. يبقى انا هعمل السطر دوت فوق كل غرزة حشو غرزة حشو باللون الجراي، وارجع لكم عشان نبدأ نعمل التناقص. انا حبايبي قفلت بمنزلقة خلاص اهو بالشكل ده. طيب هعمل ايه بقى في السطر الجديد؟ هرتفع سلسلة عادي وهنزل تحت جنب السلسلة اللي ارتفعتها واعمل اول حشو، واجيب كده الجزء الامامي بتاع الشوز بتاعي. طب هعمل فيه ايه؟ انا عايزة اوصل لغرزة المنتصف بالظبط، فهحاول كده اهو، هي دي اهو غرزة المنتصف. هحط فيها على طول ماركر الغرزة اللي في النص اهو. يبقى انا قسمت الشوز من قدام بماركر، تمام. طيب هعد من قبل الماركر 12، 1 2 3 4، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى هنا احط برضو علامة، تأكد بقى من علامتي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. زودت واحدة تقريبا، تأكد. 1 2 3 4 5 6 7
زودت واحدة. طيب هنعتبر دي كمان معانا من ال12 التانيين اللي شلنا منها الماركر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ماركر في الناحية التانية اهو. نحاول كده نظبط نفسنا نشوف مظبوط. اهم حاجة الجزء ده يا جماعة انه يكون مظبوط، مهم جدا. ماشي كده تمام. هنرجع لشغلنا عادي، نشتغل غرز حشو لحد ما نوصل للغرزة اللي فيها الماركر. تمام، هنشتغل حشو عادي لحد ما نوصل فين؟ للغرزة اللي فيها الماركر وارجع لكم. انا وصلت للغرزة اللي فيها الماركر، هشيل الماركر ونشوف هنعمل ايه. طيب هناخد اول غرزتين نعملهم تناقص. هدخل في الحلقة الامامية بس كده، الامامية بس، خلفية لا. وادخل في الامامية اللي بعدها اهو. دخلتش كويس. الامامية دي والامامية اللي بعدها او الاتنين مع بعض، واسحب منهم الخيط واعمل حشو ونرجع الماركر تاني. يبقى احنا عملنا، شلنا الماركر وعملنا في اول غرزتين تناقص. تمام خلاص. هعمل بعد التناقص غرزة حشو وغرزة كمان، ادي 2، وارجع اكرر التناقص تاني. ان انا اعمل ايه؟ انزل تحت الحلقة الامامية اهو، واخد الحلقة التانية بتاعت الغرزة اللي بعدها الامامية واطلع منهم هما الاتنين واعمل حشو. ده تاني تناقص. بعديها اعمل 1 حشو، 2 حشو، وارجع اعمل تناقص. بين كل تناقص وتناقص بعمل غرزتين حشو اهو. ده التناقص التالت. اعمل بعديه 1 حشو، 2 حشو. ماشي، احنا كده عملنا كام تناقص؟ 1 2 3. الرابع اهو. الحلقة الامامية واخد الامامية اللي وراها واعمل غرزة حشو وادخل اعمل حشو بعديها 1 2. يبقى احنا كده عملنا 4 تناقص. هعمل تناقص تاني، غرزة الحلقة الامامية مع الحلقة الامامية واعمل حشو وادخل بعدها اعمل 2 تناقص اهو. 2 حشو سوري. تناقص تاني اهو، واعمل حشو. واخر حشو معانا اللي فيها الماركر، هشيل الماركر وهعمل وارجع الماركر تاني. تعالوا نشوف مع بعض كده احنا عملنا كام تناقص. بين كل تناقص وتناقص عملنا ايه؟ عملنا 2 حشو. طيب ادي اول تناقص، 1 2 3 4 5 6 تناقصات. تمام. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هكمل شغلي لحد ما اقفل في غرزة ايه اللي بدأت فيها بمنزلقة. هكمل شغلي عادي، حشو عادي اهو، حشو عادي لحد ما اوصل للبداية واقفل بمنزلقة وارجع لكم. انا خلصت السطر حبايبي. هرتفع سلسلة بعد ما قفلت بمنزلقة، وفي نفس المكان هعمل حشو واعمل غرز حشو لحد فين؟ لحد
قبل العلامة بغرزتين وهرجع لكم. تمام. انا هنا حبيبي وصلت قبل العلامة بغرزتين، هعمل فيهم تناقص، يبقى هزود من الجنب ده غرزتين والجنب التاني غرزتين اهو، وهاخد كده واعمل حشو. اشيل بقى الماركر خلاص مش هحتاجه تاني. الاول السطر اللي فات كنا بنعمل غرزتين حشو بعد التناقص، لا المرة دي هنعمل حشو واحد بس بعد التناقص. ماشي. ادي واحد عملت تناقص واحد، ارجع اعمل تناقص تاني اهو، واسحب واعمل حشو وبعدها غرزة حشو واحدة بس. طيب هنمشي كده زي السطر اللي فات، هنلاقي عملنا 8 تناقصات، واكمل السطر عادي واقفل بالمنزلقة وارجع معاكم ان شاء الله. هنقطع الخيط ونشوف هنعمل ايه. انا حبايبي خلصت السطر وقصيت الخيط بتاعي، طبعا ده هندريه ان شاء الله في الشغل او نخفيه. انا كده لميت الجزء ده زي ما انا حابه. تمام. طيب بعد كده هنعمل ايه بقى؟ هنجيب برضو الغرزة المنتصف اهي تقريبا ديت. ماشي. ونعد 1 2 3، يعني من هنا 1 2، نحط ماركر مكان الإبرة، ونعد 1 2 3 4 5، والستة نحط لها ماركر اهو. ماشي. 6 غرز، يبقى احنا اقتطعنا ايه من قدام؟ 6 غرز. تمام. هنجيب الخيط بتاعنا ونشيل الماركر، ننزل تحت الغرزة والإبرة، نسحب معانا الخيط، نرتفع سلسلة، ومكان ما ارتفعنا نعمل غرزة حشو، ودي تبقى أول غرزة معانا. ماشي. نشتغل على الخيط اللي احنا اخدناه، احنا خدنا أول غرزة، ناخد اللي بعدها دي رقم 2، ركزوا بقى في الجزء ده، دي رقم 3، دي رقم 4، ادي رقم 5، ورقم 6 اللي هي فيها الايه الماركر اشيله اهو، اعمل رقم 6. خلاص عملت ال6 غرز بتوعي، هاخد غرزتين تاني حشو زيادة، دي 1 ادي 2. خلاص. وهلف الشغل كده، مش هرتفع، هتخطى الغرزتين الزيادة اللي انا اخدتهم واخد من التالتة واعد، دي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5، فين معلش اهو، ادي اخر غرزة الثابتة بتاعتنا اهي. ونيجي على الغرز الفاضلة وناخد غرزتين برضو من الجنب ده اهو، 1 2. تمام كده. ونعدل الشغل بتاعنا ده، احنا مشينا عليه خلاص، ممكن نقصه عشان ما يلخمناش. طيب عدلنا الشغل، هنتخطى اول غرزتين وندخل على التالتة كأنهم مش موجودين، ونعمل حشو 1 2 3 4 5 6. ونروح ناخد غرزتين زيادة، سوري انا اخدت الغرزة الثابتة، خدت حلقة واحدة تقريبا. الغرزة الثابتة لا صح اهو، اجي هنا واخد حلقتين زيادة، 1 غرزتين قصدي 2
ونفس اللي قررته الف في الشغل، اتخطى الغرزتين اللي انا اخدتهم وابدا اعد لحد ما اوصل للستة. ادي واحد. هفضل رايحه جايه كده السطر ده وسطر كمان وهرجع لكم. انا حبايبي خلصت الجزء ده. اقول لكم انا عملت كام سطر. بصوا احنا لما عملنا سطرين البينك عملنا سطر من غير اي حاجة، وعملنا واحد اتنين بالتناقص، وبعدين عملت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يبقى انا فضلت رايحة وجاية كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. تمام. وخلاص ما قصيتش الخيط زي ما انا هعمل ايه اهو. هاخد منزلقة في الغرزة دي اللي بعدها وارتفع سلسلة. ارتفعت سلسلة، اخدت منزلقة وارتفعت سلسلة. هعمل مكان السلسلة كده حشو، وامشي غرزة غرزة كده اهو حشو اهو لحد فين. سوري يا جماعة معلش انا نسيت اهو. انا بعد ما خلصت الجزء ده نسيت ان انا قصيت الخيط. معلش لازم نقص الخيط عشان السطر نبدأه صح. انا باخد غرزتين بعد ما بعمل الستة، هاخد سلسلة واقص الخيط بتاعي. خلاص كده متقلقوش شكل الشوز هيتعدل معانا. طيب اهو هاجي بقى من ورا كده مكان ما ببدأ، او ابدأ من هنا. بصوا هاجي فين بالظبط اهو، هنا كده واسحب الخيط واعمل سلسلة، شد معانا الخيط واعمل حشو جنب السلسلة اهو، واكمل حشو واخد الخيط الزيادة معايا اهو. لحد فين بقى؟ خلاص احنا مش هنقفل تاني في المكان اللي احنا كنا بنقفل فيه بمنزلق. امال هنعمل ايه؟ انا هفضل ماشية عادي حشو حشو واخد ده كده انضفه معايا وانا شغالة لحد ما اوصل هنا وارجع لكم اقول لكم هنعمل ايه. ماشي. لان احنا لازم نعمل ايه. بصوا هنا احنا بنعمل الشكل ده التدريجي ده كده اهو زي الهرم، وهنشوف ازاي هيتكون معانا. خلاص يبقى انا همشي كده حشو 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 لحد ما اوصل للجنب التاني وارجع لكم اقول لكم هنعمل ايه هنا. بصوا حبايبي معايا انا وصلت للاخر. هاجي اخد اخر غرزة دي كده واعملها منزلقة. تمام. هرتفع سلسلة والف الشغل لجوه. هعمل ايه بقى؟ هسيب الغرزة اللي انا عملتها منزلقة وادخل في اللي وراها واعمل حشو اهو. ممكن اخد ده وانا شغالة كده امشي عليه اهو. خلاص يبقى انا وصلت للغرزة الاخيرة، اخدتها منزلقة وارتفعت السلسلة، ولما ارتفعت السلسلة اتخطيت المنزلقة ودخلت في اللي بعدها عملت حشو. هفضل اعمل حشو كده لحد ما اوصل الجنب التاني وارجع لكم اعمل ايه، وهتمشوا بقى على النظام دوت عشان ناخد الشكل الهرمي. بصوا حبايبي انا وصلت خلاص. معايا فاضل اهو الغرزة دي الغرزة اللي عملنا فيها ارتفاع، وقبلها دي اللي قبلها على طول. يا رب يكون واضح. هعمل فيها منزلقة وارتفع سلسلة واعدل الشوز معايا. ارتفعت السلسلة
هسيب ايه غرزتين بقى المرة دي من السطر ده بقى، هنسيب غرزتين وندخل في التالتة ونعمل حشو. تمام. نيجي الناحية التانية اهو لحد ما نوصل هنا، نيجي هنا اهو. بصوا هنيجي عند الغرزة دي اللي قبل الارتفاع، نعمل فيها منزلقة ونلف الشغل ونرتفع سلسلة، نلف الشغل ونسيب غرزتين وندخل في التالتة ونعمل حشو ونرجع، وهكذا. وهخلص هقول لكم انا عملت كام سطر. انا خلصت حبايبي، عملت 8 سطور رايح جاي. زي ما قلت لكم كنت بوصل لسلسلة الارتفاع، الغرزة اللي قبلها اعمل منزلقة وارتفع واتخطى غرزتين، والتالتة اعمل حشو وارجع الف واعمل نفس اللي عملته الناحية التانية. وبعد ما خلصت مشيت على الحرف كله كده بغرزة الحشو. خلاص تمام. طيب هنا عملت سلسلة بالخيط مجوز عشان اعمل بيها الرباط. هعمل ايه؟ انا هدخل بيها من هنا كده واطلع الناحية التانية تحت سلاسل الارتفاع، تحت الغرزة قصدي، سهل جدا. هفضل ادخل واطلع الناحية التانية. كنت بدخل من هنا واتخطى غرزتين وادخل في التالتة، اتخطى غرزتين وادخل في اللي بعدها، دخلت 4 مرات. خلاص اخلص انا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش بلايك، ولو مشتركتيش اشتركي في القناة.